اولا اطمني ان انت مش لوحدك، لان اللي انت بتحكيه ده مشهور جدا في السايكولوجي، فكره ان انا ممكن اكون ببعد اشخاص عني واخاف في دخول العلاقات معاهم. طيب تاني حاجه، برافو عليك ان انت خدتي بالك اصلا، لان دي اول حاجه في الحل. انا هقول لك دلوقتي هو انت ليه ممكن تكوني بتعملي كده، وبعدين في اخر الفيديو نتكلم هو انا ازاي اتخطى الحته دي. اول حاجه انه اللي بيبقى خايف من الدخول في علاقات هو في الاصل خايف من الالم، خايف من فراق، لانه ارتبط عنده في السبكونشس مايند، في العقل الباطن، ان العلاقات دي نهايتها الم، سواء جربت او ما جربتش. فانا لو جربت ببقى خايف من تكرار الالم، او لو ما دخلتش في علاقات ممكن يبقى جالي معتقدات من الطفوله ان العلاقات دي اخرها الم، لانه بيوصل لي مسج من وانا صغير انه my needs will not be satisfied، احتياجاتي النفسيه محدش هيقدر يلبيها. بس كل الكلام ده انا ما بقولوش بلساني، ولكن وصل لي مسج وانا صغير في عقلي الباطن ومتسجل، وبيزد على المعلومات اللي متخزنه في عقلي الباطن دي بيطلع مني behaviors، بيطلع مني افعال تبعد الشخص ده عني، كانه كده بنقولها push away، بزق الشخص انه يخرج من حياتي، سواء انه هياخد هو القرار ده في الاخر او انا اللي هاخد القرار ده. طيب ببتدي اعمل ايه؟ اول حاجه انا عايز افشل العلاقه دي، تاني ده بدون وعي بيحصل. فبعمل ايه؟ اول حاجه برمي على الظروف، الوقت مش مناسب او الظروف مش مناسبه، او لو انا شاب هقول ايه؟ انا مش جاهز ماديا. اسهل حاجه برمي على الظروف اللي حواليا، سواء كانت وقت سواء كانت ايا كانت الظروف يعني. طيب عديت المرحله دي، ببتدي اعمل اللعبه دي على الشخص نفسه، او اوصل لنفسي واقنع نفسي ان الشخص نفسه مش مناسب. فالشخص ده لو فيه عيب قد كده ممكن اكبره يبقى حاجه كبيره، او اقول اشياء حتى مش منطقيه. ممكن يكون الشخص النهارده جاي قميصه مش مكوي شويه، او انه دقنه مش مرتب، اقول لك لا ده مش هيريحني، انا مش هرتاح مع الشخص زي ده، وافسر دي على انديكيشن ايا كان ان هو مش هيريحني. يطلع منه بيهيفير افسره بشكل غلط، ابقى دايما مش مطمن له. الحاله اللي انا فيها دايما هي حاله عدم امان، فافضل اخبط في الشخص نفسه واقلل منه. ولو انا كنت في علاقه قبل كده هفضل اقارن الشخص الجديد ده بالقديم بشكل رهيب، على كل تفصيله احاول اطلع فيه العيوب، فعيني كاني كده لابس نظاره شايفه العيوب اكتر بكتير من ميزاته، وما بفوقش منها غير يمكن بعد شهور او سنين اقول ايه ده، هو انا بهدلت الشخص ده ليه؟ ودايما الناس تحكي لي في الحته دي يقول لك ده انا كنت برد عليه حته ردود اجريسيف وبعصبيه وبشده، ومبقاش عارف هو انا بعمل كده ليه، فكاني بطفش الشخص ده واخليه يبعد عني. طيب لو انا بوعي خدت بالي من البيهيفيرز، احنا اتفقنا ان انا مش هاخد بالي من الحاجات اللي السبكونشس مايند، خلاص انا هاخد بالي بس من البيهيفيرز، من الافعال بتاعتي دي. اعمل ايه؟ اول خطوه ان انا اعدي الحته دي الوعي. رقم واحد الوعي، ان انا اخد بالي اصلا وابقى عارف ان انا بخاف، ان العلاقات هي عدم امان بالنسبه لي. ولما اعمل كده هعمل ايه؟ محتاج اتكلم مع الشخص اللي قدامي في الحته دي، اقول له اصل انا بخاف، اصل انا مبقاش مرتاحه قوي، وكاني بفصل الشخص بدل ما انا بنتقده هو وهاجمه، اقول له لا هي المشكله عندي وانا عايزك انك تقف جنبي في الحته دي. طيب ايه الخطوه الثالثه؟ هحول الفيرز، المخاوف، لنيدز، لاحتياجات. فبدل ما اقول انا كنت خايف يخوني، انا خايف يبيعني، انا خايف كذا، انا خايف كذا، لا انا محتاج كذا، انا محتاج احس بامان، انا محتاج اطمن، انا محتاج تكون بتحكي لي من قلبك، انا محتاج محتاج محتاج. ممكن تقعدي تكتبي كده احتياجاتك، محتاجه ايه في العلاقه، واقولها للشخص اللي قدامي. ومن هنا اتنقل للخطوه اللي بعديها، اللي هو اسال نفسي دايما هو ايه لو انا شفته في العلاقه اطمن. فكده زي ما بنقول دايما في راد فلاجز وجرين فلاجز، لو شفت انه صادق انا مطمن، ولو ما شفتش ده انا قلقان. عشان التانية القصه الاولانيه اللي بنحكي عليها ان انا ايه، انا قلقان وانا مش عارف انا قلقان ليه، اوفر مش مرتاح، بس تحديدا مش مرتاح ما ببقاش عارف. الحاجه اللي بعد كده انه لما مثلا اشوف فيه عيب او حاجه، اسال نفسي هل دي فاكت حقيقه ولا افتراض مني؟ هل تفسير معين انا ربطت انه بما انه كذا فهو كذا، يعني بما انه ما سالش عليا النهارده فهو بيخوني، ولا عندي حقيقه وعندي دليل عليها؟ لو ما عنديش دليل لا، محتاج ابقى عارف ان دي مخاوفي هي اللي بتقول لي الكلام ده. الحاجه اللي بعد كده كمان ان انا محتاج دايما يبقى حد كده معايا في العلاقه دي، بستشيره، برجع له، بعرض عليه الامر، يكون باصص من بره، لان انا الانسكيورتيز بتاعتي، عدم الامان بتاعي، ممكن يخليني اسرح ومقتنع جدا ان اللي قدامي ده مش نافع وهو مبقاش فيه مشكله ولا حاجه، فمحتاج اعرض الكلام ده. الخطوه الاخيره، لو انا حاسس ان الموضوع تقيل عليا وصعب، محتاج الجا على طول كوتش يساعدني، سواء عندنا هنا في ماي كوتشنج او في اي حته، كوتش يساعدني اقيم العلاقه دي فعلا واتغلب على مخاوفي واشوف هي حقيقه ولا لا. بس انا عايز اطمن كل حد خايف انه يقدر يتغلب على مخاوفه، في علاقات صحيه، في ناس جميله جدا، بس انا محتاج اعرف
اتغلب على المخاوف اللي عندي دي واشوف هي فعلا مخاوف حقيقيه ولا مخاوف وهميه.